السلام عليكم. عاملين ايه؟ هو النهارده ماله؟ هو بجد النهارده ماله؟ هو النهارده يوم في كتب كبار ولا ايه؟ يونايتد خسرت، تشيلسي خسرت، ليفربول خسرت، وهو انا حتى ما شفتش اي حاجه عن السيتي، انا ما اعرفش حتى السيتي عمل ايه. إيه الماتش ده؟ إيه الماتش ده بجد؟ يعني انا توقعت ان ريال مدريد هيعود. عارفين الريمونتادا بتاعت ريال مدريد اللي هو يرجع وكده. جابوا الجون الاول اتلتيكو، رد عليه امبابي انا بعشقه جدا، هو اردا جولر. آه بعد كده قاموا اتلتيكو جايب التاني، مش عارف، بعد كده قامت رده بريال مدريد. بعد كده الشوط التاني مش عارف ايه اللي حصل. ايه ده؟ كل جماهير برشلونه دلوقتي اهو، اهو ايه شيء، كل جماهير برشلونه دلوقتي. ريال مدريد لسه اول الدوري، لسه اول الدوري. هو دلوقتي معتمد ان برشلونه لازم يتعادل او يخسر الماتش الجاي عشان خاطر يفضل اول الدوري. انا بصراحه الماتش ده انا ما كنتش عامل حسابي خالص. انا كنت شايف ان ريال مدريد هتكسب كالعاده. ريال مدريد في الدربيات دي دايما هي ليها اليد العليا. بس الماتش ده لا، الماتش ده لا تماما، بجد لا تماما تماما. والمشكله ان اتلتيكو يعني زي الزفت، زي الزفت، ومش عارف كام ماتش مش عارف تكسبه وتعادلات. حتى اتلتيكو نفسها مش اتلتيكو قويه. فالماتش ده احنا يعني ما حدش تقريبا كان مهتم او عارف اللي هيحصل، لان كانت صدمه على الكل. فبجد يعني بجد انا مش شايف ان ريال مدريد تستحق الخساره الكبيره دي. كانت تستحق تخسر بس مش كده صراحه. في لعيبه ما ينفعش ان احنا نسيبها بجد. يعني فينيسيوس جونيور، يعني فينيسيوس جونيور واضح ان هو عرض السعوديه والعروض اللي مش عارف غريبه دي بقت اهتماماته اكبر. وحتى اللعيبه يعني، يا جماعه فين لعيبه ريال مدريد؟ فين اللعيبه اللي انت تشوفها تخاف منها؟ ريال مدريد ما عندوش لعيب زي فيرجيل فان دايك، ما عندوش لعيب زي سيرجيو راموس، اللي هو حتى لو كوناتي يا عم ابسط حاجه بتاع ليفربول. هما ما عندهمش لاعب اللي هو انت تشوف الفرق المنافسه تشوفه او اللعيبه اللي معاك تشوفه تحترمه وتخاف منه. ما عندهمش اللاعب اللي هو القوي ده. اللعيبه كلها ما نعرفهاش. غلطه بريز، غلطه بريز تشابي الونسو ما يتحملش حاجه، عنده اخطاء بسيطه بس لا. الغلطه الاساسيه غلطه بريز، ما دعمش بشكل قوي. اعتمد لا، احنا هنجيب كام لعيبه مش عارف ايه، خلاص فل. هو يا معلم، هي دي النتيجه. اتمنى ان اللعيبه اللي هو الموضوع ما يبقاش في دماغها قوي. يعني اتمنى اللي هو لا خساره وعدت ويا جماعه الماتش الجاي هنكمل. اتمنى ده يحصل، لان هم لو فضلوا الموضوع في دماغهم الموضوع مش هيبقى حلو جدا، وريال مدريد ممكن ما تتعافاش منها الا بعد وقت. فالف مبروك لجماهير اتلتيكو، فوز مستحق 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 تماما، وهارد لك لجماهير ريال مدريد. وما ننساش يا جماعه الاشتراك، وقولوا لي رايكم، هل فعلا كنتوا شايفين ان اتلتيكو تستحق تفوز بالنتيجه الكبيره دي، وريال مدريد فعلا هل كان مستهتر بالماتش او نازل مغرور؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.